اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في اديفيرس توكس. كل حلقه بيكون معانا خبير ومتخصص في مجال من مجالات الحياه. النهارده بيسعدنا ان يكون معانا الاستاذ محمد جلال الزكي، مدير التنفيذي لشركه نيو هورايزنز للتدريب. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك يا دكتور، انا اللي سعيد ومتشرف ان انا مع حضرتك والله. ربنا يسعدك ويبارك فيك يا فندم. ربنا يخلي حضرتك يا ان شاء فندم. الله انا تكون حلقة وجودي مع قامه زي حضرتك دي حاجه الله يرفع يعني. قدرك. الله يرفع قدرك. شكرا. العفو يا فندم. طيب عاوزين ندخل بعمق في الفرق ما بين ماركتينج وسيلز. الناس بيقول لك ايه، انا عاوز حد يعمل لي حاجه في الماركتينج، وتلاقيه بيتكلم على السيلز. وتلاقي حد بيقول لك انا عاوز مش عارف ايه بتوع المبيعات دول، وتلاقي الكلام على الماركتينج. ايه الفرق بين الاثنين؟ هو في مصر للاسف مؤخرا بقى في اختلاط كبير ما بين 3 مسميات: السيلز، الماركتينج، البيزنس ديفلوبمنت، رغم ان هم 3 حاجات ما لهمش علاقه ببعض خالص. ايوه. او بمعنى اصح يعني الماركتينج والسيلز هم قريبين قوي من بعض. الماركتينج ده عباره عن ايه؟ الماركتينج ده اللي هو بيبتدي من قبل ما حتى المنتج يبقى متواجد. الماركتينج بيبتدي شغله من اول الماركت ريسيرش، ان انت تسيرش في السوق وتشوف الاحتياجات اللي محتاجاها الناس، وبزد عليها تبتدي تحدد نوع المنتج اللي ممكن توجده. فبتعمل الحاجه اللي هي اسمها البرودكت، وبعد كده بتحدد البرايس بتاع المنتج ده، وبتحدد البليس اللي هتنزل فيه بالمنتج ده، وبتحدد البروموشنز او الدعايه والوسائل اللي انت تستخدمها في ان انت تبيع المنتج ده. السيلز بقى بيجي فين؟ بيجي في البي الرابعه دي اللي هي الايه؟ البروموشن. فهو السيلز جزء من الماركتينج ده في التعريف العلمي في الكتب. الماركتينج لا يتوقف عند هنا. الماركتينج بيكمل كمان بعد كده في ايه؟ في ان انت بتشوف كاستمر فيدباك، تشوف الناس، الحفاظ على العميل. بالظبط كده. فالماركتينج هو اشمل واعم بكتير من السيلز. يبقى السيلز هي مرحله او ستيب في السايكل الكبيره اللي اسمها ماركتينج. بالظبط كده. حلو. في مصر بقى كمان دخلوا ايه؟ تايتل البيزنس ديفلوبمنت، وايه، وخلوه يبقى جزء من السيلز والماركتينج. في مصر للاسف اهانوا التايتل بتاع البيزنس ديفلوبمنت. ليه؟ عايزين يستقطبوا الشباب ويشتغلوا في المجال بتاع السيلز، والشباب مش عايزه التايتل بتاع السيلز، فقالوا لهم ايه؟ تعالوا اشتغلوا معانا، انت بيزنس ديفلوبر، رغم ان هو في الاول في الاخر ايه؟ سيلز. البيزنس ديفلوبر لا، ده موضوع اعمق واشمل واكبر بكتير من السيلز والماركتينج. البيزنس ديفلوبر اللي هيشتغل في البيزنس ديفلوبر ده لازم يكون فاهم فاينانس كويس جدا، لازم يكون فاهم برودكشن كويس جدا، لازم يكون فاهم في الاوبريشن كويس جدا. ليه؟ لان البيزنس ديفلوبر ده دوره ايه؟ ان انا باخد البيزنس بتاعي وبنقله من منطقه لمنطقه تانية، من لاير للاير تاني. انا بشتغل على سكيل معين، او البيزنس بتاعي بيشتغل على سكيل معين. هل ده كافي؟ لا. فانا بجيب بيزنس ديفلوبرز تقال عشان ينقلوا حجم البيزنس بتاعي من المنطقه دي لمنطقه اكبر يعني مش بكتير. مجرد واحد انت بتبعته مكان عشان يعمل لك، يجيب لك اوبورتيونيتي بي تو بي ولا بي تو جي ولا اي حاجه. لا، ده الموضوع اعمق من كده بكتير بكتير. بيزنس ديفلوبر دوره ان هو يكبر لك حجم البيزنس، دوره ان هو يفتح لك تشانلز جديده، دوره ان هو يوجد لك اسواق انت ما كنتش شغال فيها. انت مثلا سوقك كان مقتصر على جمهوريه مصر العربيه، فالبيزنس ديفلوبر هو دوره انه ايه؟ يفتح لك اسواق في دول جديده. انت شغال على برودكتس معينه، فالبيزنس ديفلوبر دوره ان هو ايه؟ يوجد لك اسواق وبرودكتس تانية انت ممكن تشتغل عليها. هم للاسف يعني قللوا دور البيزنس ديفلوبر قوي في مصر في ان هو ايه؟ يبيع لك. وكمان من الحاجات اللي حضرتك ذكرتها اللي هي الايه، وانا يمكن حتى لسه كنت عامل بوست عنها امبارح، البي تو بي والبي تو سي والبي تو جي واللي طالعين بقى فيه اليومين دول ايه؟ الاتش تو اتش. يعني في كذا حد يقول لك ما تشتغلش لا بي تو بي ولا بي تو سي، هيومن تو هيومن. هيومن تو هيومن. يا فندم، هو في الاول في الاخر هو عميل بيتعامل مع سيلز. تمام. عايز بقى نوع العمليه هي نفسها ايه؟ بي تو بي، بي تو سي. المهم ان احنا نمشي على الايه؟ البروسيس السليمه، سواء كانت بي تو بي، بي تو سي، بي تو جي، ايا كان. اهم مهارات الاقناع
في عمليه السيلز او الماركتينج او كذا او كذا، كله بيلعب على ازاي اخلي العميل ياخد قرار في صالح البيزنس بتاعي. طب حضرتك بتسالني اسئله مصمم ان احنا نسير بيها الجدل. هو ده الهدف البرنامج. طيب انا ضد كلمه اقناع. مم. يعني ايه اقناع يا دكتور؟ يعني انا انك تخليني اخد القرار اللي حضرتك عاوزه. عشان حضرتك تاخد القرار اللي انا عايزه لازم امشي معاك على ايه؟ على خطوات، على بروسيس، على سايكل اللي هي احنا بنسميها الايه؟ السيلز سايكل. خلينا نفتح كده بالاول ونقول ايه هي السيلز سايكل السيلز بروسيس او السيلز بروسيس. تمام بالظبط كده. السيلز بروسيس بتبتدي من اول ايه؟ بتبتدي من اول حاجه احنا بنسميها البروسبكتنج، او ان انت توجد العميل المحتمل، ودي اول خطوه، وده اول اكشن بيعملها اي بياع، ان انا اوجد الايه؟ البروسبكت. ده بتاع الماركتينج بقى صح؟ هو اللي بيجيب لي العميل المحتمل. في الاندفيديوال في البي تو سي الماركتينج هو اللي بيجيب العميل المحتمل لما صح. بتبقى الليدز انا جايبها ايه؟ انباوند. صحيح. لكن في البي تو بي غالبيه الشغل بيبقى ايه؟ اوت باوند. انا اللي بوجد العميل وانا اللي بدور عليه. تمام. البيزنس ديفلوبر اللي بيجيبه ولا لسه برضه انا بخلط؟ لا احنا البيزنس ديفلوبر ده هنخليه على جنب، خلوش علاقه بينا خالص دلوقتي. ماشي. في مصر هم بيخلوه يعمل ده. أيوة، بس البيزنس ديفلوبمنت في مسماه الحقيقي هو ملوش علاقه بالكلام ده خالص. فاول حاجه بعملها اللي هي الايه؟ اوجد العميل المحتمل اللي هو البروسبكتنج. بعد ما بوجد العميل المحتمل او البروسبكت بخش في مرحله تانية اسمها الايه؟ الكواليفاينج. يعني ايه اكواليفاي البروسبكت ده؟ هل كل الناس سواء ليد جايه لي انباوند او ليد انا اللي بدور عليها ورايح لها اوت باوند تنفع تشتري مني؟ هو التارجت بالطبع لا. التارجت اودينس بتوعه ولا لا؟ بالظبط. فبعمل عمليه اللي هي الايه؟ الكواليفاينج. في تكنيكس كتير بنشرحها او بنوضحها وبنعلمها للناس في الكواليفاينج. فلاتر بقى. بالظبط. مدفو تكنيك، في تكنيكس كتير علشان ايه؟ البروسبكت ده تتاكد ان الشخص من دول او الشركه دي هي مؤهله ان انت تتعامل معاها. اوكي؟ بعد المرحله دي بتخش في مرحله اللي هي الايه؟ اندرستاند الكاستمر واندرستاند النيدز بتاعت الكاستمر، اللي هي الايه؟ المرحله اللي بعد كده. فانا بفهم احتياجاته، بفهم طبيعه شخصيته، بفهم البرسيفد فاليو اللي هو بيدور عليها في المنتج اللي عايز يشتريه، لان بناء على دول هقدر اقدم له ايه؟ السولوشن اللي يتناسب معاه. فدي المرحله الثالثه في السيلز بروسيس. المرحله الرابعه او الخطوه الرابعه اللي هي بعد كده ايه؟ ببتدي ابريزنت السولوشن بتاعي او اعرض السولوشن اللي يتناسب مع العميل بناء على فهمي ايه؟ للحاجات اللي انا عرفتها. حضرتك قلت نقطه مهمه قوي، ان انت الاول السيلز بيرسون هو من خلال الاسئله بيفهم احتياجاته ثم بيعرض الحل للمشاكل اللي عنده، مش بيعرض مجرد الفيتشرز. ده لسه جاي لحضرتك اهو. فانا في الخطوه دي بعمل ايه؟ ببريزنت السوليوشن. وانا ما قلتش ايه؟ ما قلتش لا منتج ولا خدمه، انا قلت ايه؟ سوليوشن. صح. انا بعرض للعميل سوليوشن. ليه؟ لانه لازم السوليوشن ده يكون بيشتمل على البينيفيتس اللي ايه عايزها العميل، وممكن يكون عليه اكسترا سيرفيسز انا حاجات ضايفها، فهو الموضوع بيبقى عباره عن سوليوشن متكامل او سوليوشن متكامل. اوكي؟ بعد المرحله دي بخش في ايه؟ في مرحله اسمها الهاندلنج اوبجكشن، لان بطبيعه الامر العميل خلق ليعترض. طبعا. فطبيعي هيعترض. صحيح. في اي حاجه في السوليوشن اللي انا قدمته له ممكن ما تعجبوش، فابتدي ايه؟ العب او اخش في المنطقه بتاعت الايه؟ احل اعتراضات العميل. اخر ستيب او اخر مرحله في السيل سايكل بتاعتنا اللي هي الايه؟ الكلوزنج. صحيح. حضرتك ذكرت نقطه مهمه جدا جدا اللي هي الايه؟ الكويشننج. صحيح. علشان بقى اعمل الحاجات دي كلها وافهم احتياجات العميل وافهم طبيعه شخصيته وافهم البرسيفد فاليو اللي هو عايز يوصل لها، بعمل ده من خلال ايه؟ من خلال الكويشننج تكنيكس. فهي مجموعه من المراحل والمهارات والاتيتيود والسلوك وطريقه التعامل اللي انا بعملها علشان اوصل حضرتك لان انت ايه؟ تبقى موافق ان انت تشتري منتجي او تقتنع في الاخر بان المنتج بتاعي ده هو ايه؟ افضل منتج لحل مشكلتك. لحل مشكلتك. فما فيش حاجه اسمها اقناع. صحيح. طب انا هسال سؤال. ايه ايه
هو أصعب ما هو أصعب أو من هو أصعب عميل؟ أقصد هنا الاتيتيود بتاع أصعب عميل. احنا عندنا أنواع كتيرة، الشخص اللي بيسأل في السعر أو مشاكله السعر، الشخص المتردد، الشخص أصعب عميل يتعامل معاه السيلز بيرسون. بص، في نوع من العملاء، هو انا بالنسبه لي انا شخصيا ما فيش عميل صعب وعميل سهل. كل عميل يا دكتور وليه مفتاح. صح. انا دوري كسيلز ان انا اعرف ايه، اعرف مفتاح. صح. بس احنا مثلا بنصنف التايب بتاعه العملاء في البيزنس لايه، لفور تايبس اللي هم درايفر، اناليتيكال، اكسبريسيف، اميبل. ده تصنيف كده ايه مبدئي. في سيلز بيخاف من العميل الدرايفر وبيقولوا عليه هو اصعب عميل، رغم ان انا شخصيا انا بحب النوع ده جدا من العملاء وبشوف ان هو من اسهل العملاء اللي انتم تتابع لهم. بس السيلز بيخافوا منه ليه؟ لان هو الشخصيه دي من العملاء بتبقى عارفه كويس قوي هي عايزه ايه، ما بيتكلمش كتير، ما بيحبش ان انت تقعد ايه تخش في تفاصيل هو في غنى عنها، مش محتاجها. هو محتاج ايه؟ 1+1=2. محتاج النتيجه من الحاجه اللي انت هتبيعها. اجريسيف في طريقه كلامه، تونه حاد شويه، تمام. هو في الغالب العميل ده بيكون مهندس. المهندس هقول لك لا، هي الدنيا عباره عن مهندسين لينير او وبقى شويه بني ادمين حواليهم، ده من وجهه نظرهم يعني. المهندسين غالبا بيبقوا الشخصيه الايه الثانيه اللي هي الاناليتيكال. اصل هم لينير قوي، يعني بيكونوا كده لينير بالزبط. جدا في تفكيرهم. بالظبط، هم بيبقوا ايه الشخصيات سيستماتيك قوي، بيهتموا قوي 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 بالايه بالتفاصيل. بالبروسيس نفسها والبروسيس والتفاصيل. احنا لازم هنمشي على الخطوات 1 2 3 4 5 6. طيب ما هو انا دوري كسيلز ان انا اعمل ايه؟ ان انا الاول افهم طبيعه شخصيتك كعميل ايه. ما هو انا لو ما عرفتش طبيعه شخصيتك هتعامل معاك ازاي؟ تخيل مثلا هو من العميل الدرايفر ده اللي هو السواق. فيعني الناس اللي بتتفرج علينا اللي ما لهمش في السيلز هيقول لك يعني ايه درايفر؟ سواق. طب الدرايفر ده بيعمل ايه يعني لما بيخش يشتري شقه مثلا؟ اولا هتلاقيه داخل حاد، داخل هو ملوش في الايه في الدخلات الفريندلي، دايس بنزين. بالظبط. داخل هو عارف هو رايح فين. اوكي. ثانيا هتلاقي تونه زي ما قلنا ايه مونوتون، حاد. مونوتون. اوكي. طيب هتلاقي سلامه اجريسيف، اهلا بيك، او مسلم عليك بصوره اجريسيف كده وباصص لك في عينك، مش فريندلي يعني خالص. حذاري لو انت سيلز تخش داخله فريندلي مع العميل الدرايفر، بجد هيضايقك وهيحرجك، لان هو ملوش في ايه في الفريندلي ريليشن شيب نهائي. انا داخل اشتري حاجه وامشي، مش هعرفك تو ذا بوينت، انا مش عايز اعرفك. انت مش صاحبي. احنا مش اصحاب علشان تخش معايا فريندلي. يعني بعض البياعين بيغلطوا غلط كبير، ان هو ايه في بعض مديرين المبيعات يقول للبياع اول ما تخش على العميل اعمل ايس بريك. انا بقول لحضرتك اهو، لو العميل اللي قدامك درايفر وعملت معاه ايس بريك هيضايقك وهيسمعك كلام مش لطيف. اعتبر ده تجاوز الحدود يعني. بالظبط. داخل بالظبط. انت ليه عايز تصاحبني؟ احنا مش اصحاب، احنا دخلتنا مع بعض ايه بيزنس. وهتلاقي بيسأل سؤال واضح وصريح وعايز منه نتيجة وإجابة مختصرة وواضحة وصريحة. لو بيشتري شقة، الشقة دي هتسلموها امتى؟ بالظبط، عايز بص على الريزلت. اهم حاجة التسليم. ليه داخل السلام عليكم، انا شفت الاعلان بتاعكم وعايز اشتري شقة عندكم، هتسلموها امتى؟ 2025. نهاية 2025. اكيد هتسلموها نهاية 2025. يقول لك اوكي، خلينا نشوف البروسيجرز اللي ممكن نتحرك فيها عشان انفذ معاك. فهو بيبقى داخل بهدف معين عايز يتاكد منه، واضح وصريح. همشي مع حضرتك المثال اللي قلته ده وهاخد منه حاجه تانية. حضرتك قلت من شويه ان من اخطاء السيلز بيرسونز ان هم يتعاملوا مع النمط اللي قدامهم بنمط او بشكل مختلف ما يتناسبش. بالظبط. ايه الاخطاء الشائعه اللي بيقع فيها البياعين؟ كلمه بياعين ديت اسمها كلمه مش وحشه، كلنا بياعين.
لا لا كلنا واحنا بنبيع نفسنا، بنبيع المنتج، بنبيع الخدمه، بنبيع الفكره، انا فكلنا بعشق بنبيع. البيع، بالظبط كده. انا بعشق البيع يا دكتور. ما شاء الله. البيع ده من وجهة نظري الشخصية احلى شغلانه ممكن تشتغلها في حياتك. صحيح. تجاره. هي اه المرابحه، صح هي التجاره. صح هتشتغل كتير هتكسب كتير، صح. هتشتغل قليل هتكسب قليل. في احلى من كده تجاره؟ لا طبعا. بس البيع اللي مظبوط ايوه للاسف أخلاقياته. كتير في سيلز اسكس ده احنا طبعاً. ممكن نتكلم عنها مواضيع. طبعا. في اخلاقيات وفي طرق للبيع وفي اخطاء بيقعوا فيها البياعين. السؤال اللي حضرتك بتساله الاخطاء. ايه الاخطاء؟ في اخطاء كريتيكال. مم. يعني مثلا في اخطاء احنا بنسميها الايه؟ السيلز كيلر، اللي بتقتل البياعين. منهم الاسامبشن، الافتراض. انا اي بياع بعلمه او بقابله او من ولادي، اول حاجه بعلمها له بقول له ايه؟ نيفر اسيوم. اوعى تفترض اي حاجه. شوف انا قلت لحضرتك ايه؟ سيلز كيلر. الافتراض بيقتل البياع. زي ايه افترض ايه؟ انا افترضت ان حضرتك الديسيشن ميكر في ان انت هتشتري الشقه. مش ممكن تكون مش انت الديسيشن ميكر؟ مش ممكن، ده اكيد. اكيد صح. لو انا بقى افترضت ان حضرتك الديسيشن ميكر في قرار شراء الشقه وفضلت اتعامل معاك وفضلنا ماشيين في بروسس طويله وبعدين في الاخر طلع القرار عند حد تاني، عند زوجتك، عند ابنك، لو بتشتريها لابنك، يبقى انا عملت ايه؟ فضلت ماشي بروسس طويله. صحيح. غلط. انا افترضت ان انت هتشتري خلال اسبوع، فاشتغلت معاك سيلز سايكل وسيلز بروسيس وعملت معاك اكتيفيتي واكشن على ان انت هتشتري خلال اسبوع، رغم ان انت كنت هتشتري السنه الجايه. يبقى اول حاجه اسامبشن، تاني حاجه الرضا او التشبع. القناعه في السيلز كنز يفنى. يفنى. صحيح. السيلز ما ينفعش، مش الرضا بتاع ربنا، الرضا بتاع ربنا ده طبعا اهم حاجه، ده موضوع تاني. لكن ان السيلز يرضى ويشبع دي كارثه. صح. انا في ولادي البيعان بيزعلوا لما بقول كده. السيلز لازم يفضل جعان فلوس. جعان بيع. جعان بيع وجعان فلوس. ايوه فرانكلي. عشان كده لازم دايما توجد لنفسك الموتيفيشنز او الحاجات اللي بتخليك تجري علشان ايه؟ تكسب فلوس. اول ما البياع يوصل لمرحله ان انا تمام، انا شبعت، انا حققت التارجت، انا بقيت بياع كبير، ابتدي ينزل. انتهى. صح. انتهى. طيب رقم 2 اللي هو الشبع او الرضا. رقم 3 في بياعين كتير بيغلطوا في ان هم بيوقف بروسبكتنج. دي من القاتلات البياع، من السيلز كيلر، انك توقف بروسبكتنج، انك توقف تدوير او تنقيب او بحث عن عملاء جداد. دي من قاتلات البياع. كسل. خاصة مرحلة البروسبكتنج يا دكتور، ان انت ايه؟ تدور على عملاء محتملين جداد. دي من الحاجات اللي بتقتل البياع. ليه؟ في بياعين بعد ما بيكبروا شوية او يتقالوا بيبقى عندهم ايه؟ ضغط شغل وعندهم اكتيفيتي كتير. بقول له صح، بس انت كنت في الاول وانت بياع صغير بتعمل مثلا 50 اكشن علشان تعمل بروسبكتنج. بعد ما بقيت بياع كبير خليهم ايه؟ 20. خليهم 10. بدل ما بتفتح 50 اكاونت كل يوم، لا افتح 20 كل يوم. بس اوعى توقف بروسبكتنج. والله لو محقق التارجت بتاعك لمدة 3 سنين قدام، اوعى توقف بروسبكتنج. دي برضو من الاخطاء القاتلة اللي بيقع فيها البياعين. من الاخطاء القاتلة اللي بيقع فيها البياعين في مرحلة الاوبجكشن او اعتراض العميل. بياخدوها بيرسونال مثلا، بياخدها بيرسونال او يبتدي يارجيو، يبتدي ايه؟ يجادل مع العميل. لا وجهة نظر، لا، ويحاول يقنع العميل او يصمم ان ايه؟ لا انا هثبت لك ان وجهة نظري هي اللي صح. فالعميل برضو يحاول يثبت لك ان وجهة نظره هو كمان اللي صح. وصلنا لايه؟ جدال، خناقه. جدال لخناقه. برافو.
انت اقنعت العميل بوجهه نظرك الصح، بس انت خسرت خسرت. البيع وخسرته. اخطاء كتير ممكن إيه نتكلم رأي عنها حضرتك كتير. في الشخص اللي يدخل الكلاينت اللي يدخل على البياع، او البياع بيقول له حاجه فيقول له انتوا نصابين، او انتوا الشركه بتاعكم شركه نصابين، او ان انتوا المنتج بتاعكم اسوأ منتج في الكوكب. في نوع من انواع الهاندلنج اوبجكشن اللي احنا بنقول للبياع احيانا خليك اجريسيف. امتى بسمح للبياع ان هو يهندل اعتراض العميل بصوره اجريسيف؟ لما تكون حاجه زي كده. طب ما انا مش بعتبر ان انا بغلط في الشركه، انا بغلط فيك انت. انت غلطت في انت غلطت في الشركه. بغلط في اللوجو. لا انت غلطت في الشركه. لا، اه اي حاجه تمس السمعه، الكرامه، الامانه لشركتك او لشخصك، لو سمحت رد اجريسيف. بس انا ما قلتش انك تبقى ايه، بلايتلي بس. تبقى مش قليل الادب، تبقى قليل الادب. اجريسيف اللي هو ايه، لو سمحت الكلام اللي حضرتك بتقوله ده مش حقيقي ومش صحيح ومش مقبول. طب لو انا كان غلطت. طب لو كان حقيقي. لو كان حقيقي، طب انت قاعد في الشركه ليه؟ طب ما هو الانترنت عمال يقطع كل شويه. هو لو حقيقي وانت شغال في شركه نصابه تبقى مشكله مين؟ مشكلتي انا. بس انا ليه اقعد في شركه نصابه؟ لا يعني مثلا انا السيرفيس بتاعتكم بتاع الشركه وحشه جدا، فالانترنت عمال يقطع طول الوقت، او ممكن اكون انا يعني، فانا بتصل بيك انت كراجل خدمه عملاء ولا كراجل لا اي حاجه. ده موضوع تاني. بص الانترنت ده موضوع، الانترنت في مصر ده موضوع تاني. ان يعني انت في النهايه يعني في النهايه انت انا كدورك كسيلز ان تمتصني، ولا انك تخش برضو معايا في خناقه؟ لا، اللي حضرتك بتتكلم عليه ده ايه؟ ده كاستمر سيرفيس. مش الكاستمر سيرفيس ده دوره ان هو ايه؟ لا لازم امتص غضب العميل. أيوة واسمعه وافهم المشكله اللي عنده. انا بتكلم على اعتراض العميل اللي بيعمله للسيلز، اللي هو في الاول خالص، في اول مراحل البيعيه، قبل ما يبقى عميل. انت داخل عليا وانت عايز تشتري مني وتقول لي انت شركه نصابه. نعم، يعني ايه؟ يعني انت داخل عايز تشتري مني وتقول لي انت شركه نصابه، او انا بعمل لك كولز وبعمل لك اوت باوند كولز وبكلمك از ليد وتقول لي انت شركه نصابه. انا مش شركه نصابه، الا اذا كنت شركه نصابه ده موضوع مختلف. لو شركه نصابه يبقى انا ما اشتغلش فيها اساسا يعني. صحيح. ده طبيعي يعني. طيب ايه اهم الاثكس اللي الراجل اللي هو شغال في السيلز لازم يلتزم بيها؟ عشان ده موضوع مهم جدا، لان فعلا اي مهنه بدون اخلاقيات هي دمار شامل علينا كلنا، وللاسف الشديد اللي ملتزمين بالاثكس نسبه قليله جدا. مش كبيره. اوعى تخدع عميلك او تكذب على عميلك. لو منتجك او خدمتك لا تناسب عميلك، قل له اللي انت محتاجه مش عندي. تكسب كريديبيليتي عنده. صح. بس دي اول حاجه واهم حاجه. تمام. اوعى تخدع او تكذب على عميلك. تمام. ثق تماما لو عملت كده وقلت للعميل المنتج اللي عندي ما يناسبش احتياجك، هيعمل حاجه من الاتنين: يا هيحاول يغير في احتياجاته علشان ياخد المنتج بتاعك. صح. احترم امانتك يعني. بالظبط. يا بعد ما هيمشي هيبعت لك عميل تاني يقول له ايه، لو عايز تشتري المنتج اللي يتناسب مع احتياجاتك اللي بالشكل ده، روح اشتري من الشخص ده، لان هو ايه، امين. تمام. ده رقم واحد. طيب تاني حاجة، لازم تتعامل مع كل العملاء على ان هم ايه، اهم شخص بالنسبة لك واهم عميل بالنسبة لك. لو حطيت الكونسبت ده في دماغك وانت بتتعامل مع العميل، هتعمل معاه ايه؟ تديله كل اهتمام، وتديله كل تقدير، وتديله كل تركيز، كل طاقة. بس كده. تالت حاجة، اوجد أرضية مشتركة ما بينك وما بين العميل. ايه الأرضية المشتركة اللي أنا دايما بقولها للبياعين؟ مصلحة. لازم أوصل لك إن الكومن جراوند اللي ما بيني وما بينك هي إيه؟ مصلحتك أنت. صح. مصلحتك أولا كعميل. طول ما أنا
بشتغل كسيلز بالكونسبت ده، فانا هتلاقيني ايه؟ بعمل كل حاجه بشكل سليم وايثيكال بما يتناسب مع ايه؟ احتياجات العميل. اوكي؟ دي من اهم المعايير اللي ايه؟ الايثيكال. لا تكذب، لا تخدع، لا في بياعين اللي هو ايه؟ بيعها له وخلاص. ايوه. من الحاجات كمان المهمه جدا، اوعى بعد ما تبيع البيعه ما تتابعش عميلك. فولو اب. في بياعين ايه؟ يقول لك ايه؟ هيت اند ران، باع البيعه وايه؟ وما تشوفوش. اسبيشيالي لو البيعه دي فيها ايه؟ فيها امبلمنتيشن، فيها حاجات لسه هتتسلم، فيها حاجات لسه هتتعمل. لازم تفضل دي. في ناس بتبص على الحاجات دي ان هي ايه؟ تاسكس. لا، انا بقول لحضرتك انت لازم تبقى بيلت ان كده. ده الايسكس بتاعتك. ايفن لو في ادارات تانية هي اللي بتشتغل، يعني في اداره ديليفري، في اداره اوبريشن، هم اللي هيعملوا الحاجات دي للعميل. لا، لازم تفضل تتابع وتطمن ان كل حاجه انت اتفقت عليها مع العميل بتحصل وبتتم بنسبه 100%. اوكي؟ من الايسكس ان كيس حصل مشكله، لا قدر الله، وارد. مش وارد تحصل مشكله طبعا في اي مرحله، في الدليفري، في الامبلمنتيشن، واحنا بنوصل المنتج للعميل او بننفذ المواصفات بتاعه البيعه. في بياعين يعمل ايه بقى؟ يهرب. العميل يتصل ما يردش، العميل يتصل ما يردش. المشكله اللي قد كده بقت قد كده. صحيح. وانا لما جيت اشتريت من الشركه ولا اشتريت منك؟ صح. اشتريت منك. صح. فانت تفضل بالنسبه لي ايه؟ الشخص المسؤول. اوعى تهرب من عميلك، اوعى. والله العظيم لو الشركه الغلط من فوقها لتحتها، بمجرد لما العميل يسمعك وتقول له انا مسؤول، انا هحل لك المشكله، انا شغال عليها، اديني وقتي وهحلها لك، هتلاقي العميل ايه؟ انا افتكر مثال حصل معايا، شركه من شركات الاثاث، وفعلا الشخص اللي انا شفت اوضه النوم عنده اتفقت معاه وخد رقم تليفوني وقال لي اخد رقم تليفونك عشان خاطر التوصيل و فضل فعلا متابع معايا وفضل يكلمني وفضل يقول لي، وبعد ما جم ركبوا اتصل عليا قال لي تمام مبسوط، في اي حاجه حصل مش عارف ايه، رحت اشتريت تاني منهم. خلاص، ما هو ده انا كده بقيت عميل بقى. بالظبط كده. انا اول مره بقيت لويال كاستمر. هو ده بقى معيار نجاح البياع. دايما لما بيسالوني ايه معيار نجاح البياع بالنسبه لك يا جلال، بقول لهم ان البياع ده يقدر يوصل العميل لان هو يبقى لويال كاستمر، مش ان هو ايه؟ يبيع له كتير ولا يحقق التارجت ولا الكلام ده كله ولا بيفرق معايا. انك توصل عميلك لان هو يبقى لويال كاستمر ليك وبيعمل لك وورد اوف ماوث. صحيح. ده قمه نجاحك في البيع. بعد فتره لما تعمل ده، انت هتبقى قاعد على فكره بتعمل ايه؟ انت بتلم اوردرز بس، انت ما تبيعش، العملاء بتجيلك لوحدها. صحيح. فده قمه نجاح البياع. طب حضرتك تنصح الناس اللي بيبداوا، اللي هم الستارت اب او اللي بيبداوا البيزنس اللي هو على السوشيال ميديا، صفحات السوشيال ميديا اللي بتبيع حاجات مختلفه، ايه هي الطرق الذكيه للبيع من خلال صفحات السوشيال ميديا، المنصات المختلفه، سواء كان تيك توك، انستجرام، فيسبوك؟ ايه الحلول الذكيه اللي ما تكلفهمش كتير اللي تخليهم يبيعوا؟ هو انك تبيع ثرو الديجيتال بلاتفورمز، هي دي جزء اكتر ماركتنج. بس انا ممكن اقول لحضرتك ايه التكنولوجيز الجديده اللي بتساعد البيع حاليا. يا ريت. لان انك تبيع ازاي ثرو التيك توك، الفيسبوك، ده شغل اكتر له علاقه بالايه؟ بالماركتنج. الماركتير هم اللي بيعملوا ايه؟ الماركتنج فانلز. ونعمل هتكلم عنه سريعا كده، بس الماركتيرز هم اساتذتنا في ده ويقدروا يتكلموا عنه افضل مني بكتير. يعني انك تعمل سيل ماركتنج فانل بشكل كويس، انك تبتدي الاول بمراحل الاويرنس، انك تعرف عميلك على منتجاتك بشكل كويس قوي. كتير من الستارت اب او اصحاب المنتجات الجديده بيبقى داخل عايز يعمل ايه؟
يبيع على طول. مفيش وانا اعرفك لازم ابتدي معاك بمرحله الايه؟ الاويرنس الاول. غذيني، عرفني انت بتعمل ايه. وفي مرحله الاويرنس ما تستناش انك تبيع ولا تطلب من العميل كول تو اكشن خالص. علمه، فهمه، شوقه، حببه. ده كل اللي انت هتعمله في ايه؟ في مرحله الاويرنس. كده بتتنقل مع العميل لمرحله الايه؟ الكونسيدريشن. ان هو ايه؟ طيب تمام، هبتدي بقى ايه؟ اخليك تبقى انفولفد معايا، تبقى واحد من الفانز اللي عندي، تبقى واحد حابب تشتري منتجي، حابب تجرب منتجي، لغايه ما نوصل للمرحله الثالثه اللي هي الايه؟ البرتشيز. اشتري بقى. في المرحله دي ببتدي ايه؟ اكلمك بقى في ايه؟ في الكول تو اكشن. يلا عندنا عرض، عندنا بروموشن، عاملين كذا، عاملين كذا، عاملين كذا. فتبقى الماركتنج فانل ماشيه بشكل سليم. للاسف كثيرين من اصحاب الستارت اب او اللي عندهم بيزنس ولسه جديد بيبقوا مستعجلين. ايوه. فايه؟ داخل على طول عايز ابيع، وما بيبقاش عامل كمان ايه مع ده؟ سيلز تيم. فالليدز بتيجي، طب انا هتعامل معاها ازاي؟ اي مودريتور بيرد على اي حاجه ويبعت لك خلاص رسائل بس جاهزه. ما هو كده ما بعتش. ما ينفعش. لا، لازم يكون عندك سيلز تيم بروفيشنال يعرف يتعامل مع العميل ده. المودريتور مش بياع. ايه مواصفات البروفيشنال سيلز تيم؟ ده موضوع كبير. معلش عشان خاطر هو كل الناس بتدعي ان عندي سيلز، وجاني عملت انترفيو لناس وقال لي انا بقالي سنتين شغال سيلز، ويقول لك انا عندي سيلز، انا بعمل كل حاجه بس مش بقفل. الكونفرجن ريت ضعيف جدا. مين اللي قال المشكله في البياع؟ ممكن تكون المشكله عشان تعمل سيلز تيم او تعمل سيلز ديبارتمنت بروفيشنال، موضوع اكبر بكتير قوي يا دكتور من بياع. انت عندك سيل سيستم مظبوط، سي ار ام وحاجه كده، تمام. عندك ورك فلو للسيلز ديبارتمنت عامله بشكل سليم. طيب انت مختار البياعين بشكل مظبوط. طيب دربتهم كويس. طب انت حطيت الكي بي ايز والبرفورمانس ابريزل اللي تنفع تحكم بيها على البياعين صح بشكل سليم. طب هل جبت لهم المدير اللي فاهم، اللي يعرف يشغلهم ويديرهم؟ ما انا استشاري لشركات كتير وبخش شركات يقول لي انا عندي مشكله في البيع والناس مش راضيه، البياعين مش عارفين يبيعوا. اقول له طب انت عندك سيل سيستم شغال بيه؟ هم 5 مودريتورز، هم 5 مودريتورز بيردوا على رسائل الصفحه. طب ايه بقى السيلز بروسيس اللي انتوا شغالين بيها؟ طب ايه السيلز ورك فلو؟ مفيش. طب ايه السيلز سكيما؟ حاطط سيلز سكيما تبقى كده موتيفيشنال للبياعين وتخليهم يتحركوا ويبيعوا؟ لا. طب انت عايز تبيع ازاي؟ معلش، عايز تبيع ازاي؟ البيع مش فهلوه يا جماعه. هو بيبقى عنده كمان احساس ان هو متخيل ان المنتج بتاعه او الخدمه بتاعته لقطه، وان هي اول ما هتوصل لاي حد لازم يشتري. مين اللي قال كده؟ طالما ما اشتراش يبقى في مشكله عند هو بيتعامل مع المنتج بتاعه لانه هو ايه؟ ابنه. بالظبط. ان شاء الله ابني احسن عيل. بس اكبر مصيبه يقع فيها الستارت اب ان هو يتعامل مع المنتج ده على انه ايه؟ ابنه. هو مش ابنك، هو منتج في السوق. في ناس تحبه وفي ناس هتكرهه على فكره. مش معنى الناس كرهته فهي كرهت ابنك، لا خالص. صحيح. احنا طبعا يعني زي ما حضراتكم شايفين الحديث ماتع وليه تفاصيل كتيره جدا جدا، والوقت بتاع البودكاست يعني ما يحتملش ان احنا نخوض في عمق كل التفاصيل. استمتعنا جدا جدا بالاستاذ محمد جلال الزكي والحديث معاه عن السيلز والماركتينج والبروفيشناليزم في المجال ده كله. اكيد ان شاء الله يكون معانا في حلقات تانية ان شاء الله. ربنا يخليك. ده شرفني والله يا دكتور. انا اللي استمتعت والله العظيم باللقاء مع حضرتك. الله يكرمك. حضرتك ما شاء الله ما شاء الله قيمه وقامه يعني. الله يرفع قدرك يا فندم. وان شاء الله نستمتع مع بعض بحلقات جايه مع نجوم جديده من المؤثرين في مجالات الحياه المختلفه والمتنوعه في بودكاست Eduverse Talks.